بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة البرجر بطريقة سهلة جدا وبسيطة وموفرة. هنعمل كمية كبيرة جدا وهتطلع معانا حلوة وهتوفر معانا كتير. احنا ماشيين مع بعض من اول ما فتحت القناة، واحنا ماشيين مع بعض في التوفير، ان احنا بنحاول نعمل في البيت كل اللي احنا عايزينه وكل الولاد نفسهم فيه وبيحبوه في البيت من غير ما نشتري من بره. الحاجة بره غالية جدا ومش مضمونة اللي فيها او معمولة ازاي او مكوناتها عبارة عن ايه. فاحنا بنحاول نعملها في البيت حتى كمان بطريقة المطاعم، بس من غير ما نكلف نفسنا. بتبقى حلوة وبتبقى موفرة. بنلبي كل رغباتهم بس على قد إمكانياتنا. تمام كده. طيب المكونات بتاعتنا ايه؟ زي ما انت شايفة قدامك كده. ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة. ربع كيلو هيطلع معانا كمية كويسة وهتشوفوها معايا ان شاء الله في اخر الفيديو وهتعجبكم جدا. ومعايا كمان ده كان ربع كيلو من الفول الصويا، بس انا حسيت ان هو هيبقى كتير فانا حشت منه شوية. يعني ده ربع كيلو شايلة منهم شوية كده. يعني قولي مثلا شايلة منهم كوباية شاي او كوباية، يعني تقريبا كوباية الشاي، لان هو تحس ان هو بينفش كده وحجم كده عامل زي العيش لما يكون العيش ناشف. تمام. فانت ممكن تجيبي الربع كيلو وتشيلوا منه مقدار كوباية الشاي، او لو حابة تحطيه كله مفيش مشكلة. هو يعني بيزود الكمية. تمام. يعني لو عايزة تحطي ربع فول صويا على ربع لحمة مفيش مشكلة. وجاي ومعايا بصلة متوسطة. البهارات بقى، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة بهارات لحمة، معلقة كمون، معلقة كويسة يعني معلقة الشاي كده تكون مليانة بابريكا، رشة صغيرة من الحبهان المطحون لو موجودة، بس هي بتدي يعني للبرجر ريحة حلوة جدا. ومعلقة كبيرة، معلقة كبيرة مليانة كده محترمة، بهارات برجر. البهارات البرجر دي ممكن تجيبيها من عند اي عطار، وممكن تجيبيها اللي هي البواكي اللي بتتباع في السوبر ماركت مكتوب عليها بهارات برجر. هاتيها وخدي منها معلقة كبيرة مليانة او حتى لو معلقة ونص، بتدي ريحة حلوة جدا لل... للبرجر. وطبعا الملح. اول حاجة انا عملتها ايه؟ انا خدت الفول الصويا حطيت عليه ميه سخنه، مش بتغلي، ميه سخنه بس سخنه قوي يعني، بس ما وصلتش لدرجه الغليان. حطيتها على الفول الصويا وسبتها اتنقعت مثلا نقولي 10 دقايق. اخدت البصله وضربتها في الكبه كويس، نعمتها كويس قوي. تمام. وبعدين نزلت عليها بالفول الصويا. طيب الفول الصويا هو انا لازم اطحنه اعمله في الكبه علشان يبقى ناعم معايا. تمام. هنضربه. انا هضربه على مرتين، يعني انا قسمته على مرتين في الكبة. المرحلة يعني الشوية الاولانيين اللي انا عملتهم كان مع البصلة، الشوية التانيين كانوا من غير ايه اي حاجة. حطيتهم معايا في الطبق او البولة اللي معايا دي. يبقى كده ده اللي في الطبق عبارة عن الفول الصويا مع البصل ونزلت عليهم بالبهارات. هتقوليلي انت عندك اولاد صبيان والفول الصويا غلط على الاولاد الصبيان. انا بحثت في الموضوع ده وشفت وخدت ويعني ودورت على اراء دكاترة كتير وعرفت ان الفول الصويا يكون مضر للصبيان، يعني مضر بالهرمونات بتاعة الذكورة في حالة ان هم بياكلوا منه كل يوم وبكميات كبيرة. احنا مش هياكلوا منه كل يوم ولا بكميات كبيرة. احنا مثلا كمية البرجر معانا دي هنعملها مرة في الشهر، هنقسمها على مرتين. يعني يعني النهار ما بنكتر مثلا او يوم ما بنكتر هيبقى مرتين في الشهر، وعلى يعني مرة في اول الشهر مثلا ومرة في اخره، يعني ما بينهم وما بين بعض مدة كبيرة. فده مش هيأثر عليهم ان شاء الله. واحنا يعني اللي بنجيبه من بره جاهز او اللي هم بيجيبوه من المطاعم او المحلات بيبقى كله فول صويا، والله اعلم كمان مع الفول الصويا ايه ايه تاني. يعني احنا الفول الصويا اصلا مش مضر، هو ده يعني حاجة غذاء، وحاجة زيها زي مثلا اللي هو البرغل او البقسماط والحاجات دي. يعني احنا مش بنضر ولادنا ومش هنضر ولادنا بإذن الله.
ربنا يخلّيهم ويبارك فيهم. طيب أنا حطيت إيه، حطيت معلقة صغيّرة، معلقة الشاي بس مليانة من الbaking powder ليه؟ علشان البرجر ما يكشّش معايا وتفضل الواحدة اللي إحنا هنعملها كده تفضل متماسكة وتفضل كبيرة، حجمها يفضل زي ما هو وما تكشّش معايا وأنا بعد ما باسويها. خدت الكمية بتاعتي كلّها بعد ما خلّصتها، يعني جمّعت كل الحاجات مع بعض وقلّبتها، خدتها تاني في الكبة وطحنتها كويس أوي. ليه بقى؟ علشان أنا عايزة الأنسجة بتاعة اللحمة تتجانس كويس أوي وتدخل مع الفول الصويا والبصل والحاجات اللي إحنا حطيناها. لو أنتِ مش عايزة ترجّعيها تاني في الكبة وتطحنيها المَرّة الخطوة دي، اعجنيها بقى بإيدِك بس هتعجنيها كويس أوي، تفضلي تعجني فيها كويس لغاية لمّا تحسّي إن خيوط اللحمة تجانست ودخلت مع بقية المكونات. طيب أنا عملتها كانت معايا ناعمة وحلوة جدًا ومش محتاجة أي إضافات. بس لو أنتِ حسيتِ إن هي طرية شوية أو بتتفرول معاكِ ومش بتتشكل زي ما أنتِ عايزة، أو حاسة إن هي في التسوية هتتقطم ومش هتعرفي تتمكني منها، ممكن تحطي معلقة كبيرة من البقسماط، أو معلقة كبيرة برضه من النشا أو معلقة دقيق، واحدة من ال3 مش ال3 مع بعض لأ، يعني يا معلقة نشا يا معلقة دقيق يا معلقة بقسماط ناعم. وبتقلبيها في الخليط معلقة أو معلقة ونص، بتقلبيها كويس أوي مع الخليط اللي أنتِ عملتيه ده، وبتقلبيها وبتبقى حلوة جدًا على فكرة مش بتبان في الطعم، وإحنا مش بنحطها عشان نزود كمية ولا حاجة، لأ إحنا بنعملها علشان تعمل ترابط، تمام كده؟ طب بالنسبة للتشكيل بقى لو عندِك المكبس بتاع البرجر تمام، اعملي بيه وشكّلي بيه، طب ما عندكيش شوفي أي غطا عندِك، غطا علبة مربى، غطا علبة عسل، أي غطا عندِك، إن شاء الله حتى لو غطا علبة سمنة، اعملي بيه الحجم اللي أنتِ عايزاه، عايزاه أكبر من كده تمام، عايزاه أصغر من كده، اللي هيتحكم في الحجم بتاعه الغطا اللي أنتِ هتعملي بيه، حُطّي عليه كيس من بتاع التلاجة وخدي بقى حتة عجينة بإيديكِ من الخليط اللي إحنا عاملينه ده وسويها كويس بإيديكِ وحطيها. أنا عملت معاكِ من الحجم اللي أنتِ شايفاه ده 24 واحدة. أنا باوريكِ إن الصينية عليها دورين، يعني دور اللي من تحت وحطيت كيس تلاجة وحطيت الدور التاني عشان البرجر ما يلزقش على بعضه، وباوريكِ إن هو سميك يعني مش رفيّع ولا حاجة. بُصّي السمك بتاعه حلو جدًا وعالي يعني حلو، والحجم بتاعه مش صغير، يعني أنتِ شُفتِ حجم الغطا اللي أنا كنت عاملة بيه ما هوش صغير. ال الواحدة البرجر دي بعد هتشوفوها بعد التسوية هتلاقوا إن هي هتبقى مالية الكايزراية وهتبقى حلوة جدًا، يعني ما هياش صغيرة بقى عاملاه بكمية صغيرة أو بحجم صغير عشان أقول لِك إن أنا عملت كمية كبيرة، لأ الحجم بتاعه كبير، يعني أنتِ لو الغطا بتاعِك أصغر من كده أنت هيرمي معاكِ كمية أكبر من كده ممكن توصل ل30، إنما أنا عمل معايا 24 واحدة. بُصّي بقى لمّا تحبّي تجيبي الكمية دي من برّه هتجيبيها بكام؟ طبعًا أنا مش هاقول لِك أسعار اللي بيشتري الحاجات دي من برّه عارف إن أسعارها بتبقى غالية جدًا، وطبعًا لا هتبقى المكونات اللي أنتِ حاطاها زي ما أنتِ حاطاها هنا، ولا اللحمة مضمونة مش عارفين لحمة إيه اللي هم حاطينها، ولا الحاجات نضيفة زي ما إحنا عاملينها في البيت، بنضافة يعني أقول لِك إيه، باهتمام برعاية عشان خاطر ولادنا. طيب هاجيب بقى إيه، طاسة على النار وهاحط فيها معلقتين بس من الزيت، وهاحط عليها البرجر، أول ما تبدأ الطاسة تسخن معايا هانزل عليها بالبرجر بتاعي. لو عندِك الجريل طبعًا هتبقى حلوة وتعملي فيها، ما عندكيش يبقى اعملي زي ما أنا عملت كده في الطاسة وحطّي شوية زيت صغيّرين خالص وحطّي البرجر بتاعِك، ولمّا ياخد لون من تحت ويبدأ يستوي بالراحة وعلى مهلِك كده واقلبيه. زي ما قُلت لِك لو حسيتِ إن هو مش يعني بيتفتفت معاكِ كده أو بيتقطّب معاكِ، يبقى يعني لو في حالة إن الفول الصويا مش مطحون كويس أو مش متنعّم كويس، حُطّي المعلقة بتاعة الدقيق أو النشا أو البقسماط، هتعمل لِك تماسك وهتخلّيه معاكِ ما يتقطّمش ولا أي حاجة وهيبقى حلو جدًا. هنسوي البرجر بتاعنا وهاوريكِ شكله أهو بعد ما استوى، شكله حلو جدًا. هاقدّم معاه أنا حمّرت معاه بطاطس
والكاتشب أنا عاملاه في البيت، على فكرة لو درجة اللون أنتِ شايفاها غامقة هو علشان بس الإضاءة بتاعة الكاميرا، ولو أنتِ حابة تفتحي اللون عن كده شوية برضه دي حاجة براحتك وبترجع لِك. الكاتشب أنا عاملاه في البيت، إن شاء الله هابقى أنزّله معاكم، أنا قُلت لكم قبل كده أكتر من مرّة إن أنا هانزّله، بس والله معلش يعني بيبقى الوقت اللي أنا باعمله فيه يعني بابقى باصوّر حاجة تانية، فمش باقدر إن أنا أعمل الاتنين مع بعض، بس إن شاء الله هاحاول إن أنا أعمله معاكم. عملت الكاتشب في البيت وحمّرت معاه بطاطس، وقطّعت بقى شرايح خيار وشرايح طماطم، ما كانش عندي خَس علشان أحطّه فاستكفيت بكده. لو أنتِ عندِك خَس أو عندِك كابوتشا حُطّي، عايزة تزوّدي أي حاجة تاني تضيفي أي حاجة تاني، عايزة تحطّي البطاطس في الساندويتش مع البرجر والخيار والطماطم براحتك زي ما أنتِ عايزة، وشوفي أولادِك بيحبوا إيه واعمليه. الكايزر أنا ده كنت شارياه من برّه جاهز، بس أنا عملته معاكم على القناة اللي عايز يشوفه، أنا عملته معاكم على القناة بكمية كبيرة جدًا بدقيق ومَيّة دافية بس وخميرة، يعني ولا حطيت لبن ولا حطيت لبن بودرة ولا أي حاجة، عملته معاكم على القناة وكان حلو جدًا، بس عشان أنا ده للأمانة أنا كنت شارياه جاهز، لإن ما كانش عندي وقت والولاد كانوا إيه، يعني عايزين ياكلوا، فأنا عملته معاهم، عملت يعني اشتريت ده وعملته علشان الغدا. طبعًا لو في وقت عندِك اعمليه وحطيه في الفريزر، في أي وقت بتحتاجيه بتطلّعيه. دي طريقة النهارده في عمايل البرجر، يا رب يكون عجبكم، أنا عملته معاكم قبل كده بالفراخ وباللحمة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو أنتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.